لو حضرتك دخلت الدكتور كلاس A ولقيت من بعيد كده وانت واقف على الباب ان الاسيستنت واقفه ومتضايقه جدا وبتزعق بصوت عالي، وزمايلك الميديكال ريب حواليها وبتقول لهم مفيش حد داخل للدكتور، الدكتور راجع من مؤتمر وما عندوش استعداد يقابل حد، ومفيش حد هيقابل الدكتور النهارده. فانت بقى هتختصر الموضوع وتاخد نفسك كده وتيجي نازل من على السلالم وتقول بقى نبقى انا ازوره في وقت تاني تبقى الدنيا هاديه، ولا هتعمل ايه؟ هو كده بيقيس استسلامك لاول رد، وبيقيس ذكائك الاجتماعي، وبيقيس اصرارك عليه. فالمفروض هيبقى الرد: لا يا دكتور، انا طبعا اول ما اشوف حاجه زي كده هدخل مش همشي ولا حاجه، وهقعد وهنتظر لغايه ما تهدى خالص. ما ينفعش اكلمها وهي بالنرفزه وبالعصبيه. بعد ما تهدى خالص، سواء زمايلي نزلوا او قعدوا، اكلمها: انا مقدر جدا عصبيه حضرتك، وربنا يكون في عون حضرتك، انا شايف الزحمه بتاعت البيشنت، وانك كمان تقدري تنظمي دخولنا مع الزحمه بتاعت البيشنت، دي حاجه صعبه جدا، فربنا يكون في عونك. انت كده بتفسد غضبها، انت كده حسستها ان انت مراعي ومقدر عصبيتها دي مش من فراغ، فهتبدا تهدى وتسمعك، وده المطلوب. بس يا استاذه او يا استاذ، المشكله ان انا الشركه مأكده عليا عشان الدكتور ده زي ما حضرتك عارفه مهم، ان انا لازم ازوره الاسبوع. فانا هستاذن حضرتك ان حضرتك تنصحني، هل انا لو قعدت ساعه ساعتين مفيش مشكله، الوقت المناسب لحضرتك تدخليني، ولا اجي في اخر العياده، لو هي مثلا انت رايح الساعه 2 تيجي لها الساعه 7 مثلا، فحضرتك قولي لي اجي الساعه كام، بحيث يبقى خلاص اخر العياده والزحمه دي قلت واقدر ازور. قالت لك وقدرت كلامك، قالت لك اقعد معايا شويه تعالى لي اخر اليوم، تمام، يبقى انت كده قدرت تزوره في نفس اليوم. طيب قالت لك لا 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 لا، النهارده صعب وانت شايف الزحمه، معلش يا دكتور يوم تاني. تمام، ما تسيبش بقى يوم تاني دي، لازم تاكد اليوم. خلاص من عينيا، انا تحت امرك ومفيش مشكله، ربنا يكون في عونك، بس هستاذنك اليوم الثاني ده ممكن يبقى يوم كذا، تقول لها اسم يوم الثلاث مثلا، لو انت يوم الاحد هتقول لك ماشي تمام خلاص. حضرتك اتفضلي اجي الساعه كام؟ الساعه زي دلوقتي الساعه 2 برضو؟ هتقول لك لا تعالى على الساعه 4. هي كده لما انت هتروح لها يوم الثلاث اللي هي حددته الساعه 4 اللي هي حددت، لازم تدخل، حتى لو صادفت ان اليوم ده برضو زحمه هي هتتحرك.